اذا مو قد التحدي لا تتحدى صناع المحتوى البرشلوني، مو طالع تطبق على الوادي وانت كل شيء ما تعرف. شوف هذا الفيديو حتى تعرف شنو حقيقة 11-1 بين برشلونة وريال مدريد. موضوع ال 11-1 كابتن، خبرنا قصة هذه النتيجة. بدي أقول شيء، الحرب الأهلية قوات الجنرال فرانكو دخلت إلى إقليم كاتالونيا بالنهاية من ضمن المباني التي هدمت جزء من نادي برشلونة، من استاد نادي برشلونة. أثار أنه في نهائي كأس إسبانيا يوم ما 1943 فاز برشلونة على أرضه ذهابا ب3 أهداف مقابل لا شيء. تريد السلطة في مدريد أن يفوز ريال مدريد باللقب، لقب بطل كأس إسبانيا. يقال تم ترهيب اللاعبين داخل غرفة الملابس بواسطة الشرطة العسكرية، وبالتالي مع هذا الترهيب ومع التحكيم ومع انتهت المباراة ب11 هدف مقابل هدف واحد لمصلحة ريال مدريد. السياسة دخلت بقوة استثنائية. مثل ما شفتوا هذا الفيديو، مو حسن البرشلوني يحكي، قناة بي ان سبورت وبرنامج عن كلاسيكو، وهواي معلقين وهواي محللين حاكين عن هذا الموضوع. ليش انت تنكر وما تحكي التفاصيل؟ لان تعرف فريقك شنو، تعرف تاريخ فريقك شنو. اكيد ما راح تلقى هاي التفاصيل بموقع برشلونة ولا بموقع ريال مدريد، لان ما راح يذكرون هيك تفاصيل. فمرة ثانية من تريد تتحدى كون قد التحدي. بوم.